هو يعني ايه سم؟ هل السم دون بيستهدف حاجة معينة داخل جسم الإنسان؟ لازم تعرف إن كلمة سم أو مادة سامة هي كلمة واسعة جدا، فمواد كتيرة جدا بتعتبر سامة بالنسبة للإنسان. طيب السمية دي بتكون على شكل إيه؟ السم بكل بساطة بيعمل بطريقة من اتنين. الطريقة الأولى إن المادة السامة دي بتكون بترتبط بأحد الإنزيمات المهمة داخل الجسم، وبالتالي الانزيم اللي تم الارتباط بيه دون مش بيقوم بعمل، فبالتالي التفاعل الكيميائي سرعته بتقل كتير جدا، ممكن تقل مئات او الاف او حتى ملايين المرات. وبالتالي كل ما كان الانزيم اللي تم الارتباط بيه دون مهم في عمليه من عمليات الاستقلاب اللي هي انتاج وتوفير الطاقه، كل ما كانت الماده دي اكثر سميه، وكل ما كانت سرعه وفاه الكائن الحي اسرع. مشكله السموم دي هي بتكون اسهل في العلاج، ولكن المشكله ان كل ماده بتحتاج ترياق معين، وهو انزيم اخر هيرتبط بيها بدل ما ترتبط بانزيم مهم في الجسم، او انزيم تاني عنده القدره على تكسير الماده دي. مثال على كده، بعض التعابين بتحقن سمها داخل جسم الانسان، واللي بيبدا يرتبط